رجع الدوري الانجليزي تاني بعد كاس العالم بنفس الحماس والتنافسيه، كأن الكرة ما وقفتش في انجلترا. بدأت ماتشات الاسبوع بداية نارية، وكل الفرق كانت عارفة هدفها وبتلعب عشان تحققه. مفيش حد وقع ولا الريتم بتاعه نزل خلال التوقف بتاع كاس العالم. بدأت ماتشات الاسبوع ببداية نارية بين برنتفورد وتوتنهام، الماتش اللي كنا كلنا متوقعين ان توتنهام هتقدر تفوز بسهولة، وكانت بداية الماتش سريعة، وقدر فيتالي لاعب برنتفورد يفاجئ توتنهام بالجون الاول في الدقيقة 15، الجون اللي انتهى بيه الشوط الاول. وفي الشوط الثاني قلنا توتنهام هيقدر يرجع، ولكن النجم المتألق ايفان توني قدر يحرز الجون الثاني لبرنتفورد في الدقيقة 57، وفي الدقيقة 65 قدر هاري كين يجيب جون تقليص الفارق لصالح توتنهام، وبعدها ب6 دقايق يقدر هويبرج يجيب الجون الثاني لتوتنهام، ونقول خلاص من هنا توتنهام ركب الماتش ورجع في الماتش وهيجيب الجون الثالث ويخلص الماتش. ولكن الماتش يكمل للدقيقة الأخيرة وينتهي بالتعادل 2-2 عشان توتنهام يقف عند 30 نقطة وبرنتفورد يقف عند 20 نقطة. توتنهام بال30 نقطة بتاعته هو فارق 4 نقط عن مانشستر يونايتد، بس مانشستر يونايتد لسه ليه ماتشين وممكن بسهوله يعدي توتنهام ويفقد المركز الرابع مؤهل لدوري ابطال اوروبا. وفي ماتش نص الجدول قدر فولهام الصاعد ان هو يغلب كريستال بالاس 3-0 عن طريق ديكورتيفا ريد وتيم ريد، السفاح متروفيتش اللي جاب جون وعمل اسيست. وفي ماتش كان فيه طردين للاعيبه كريستال بالاس ميتشل وتومكنز، وبالفوز ده يقدر فولهام يحسن مركزه في الدوري للمركز الثامن في مفاجاه كبيره، ولكن هيفقد الترتيب ده لصالح تشيلسي اللي عنده ماتشين بس اقل مع فرق النقطه لصالح فولهام. في الجولسن بارك قدر نادي وولفز انه يغلب ايفرتون 2-1 على ملعبه، في ماتش بدا فيه ايفرتون الجون الاول في الدقيقه 7 بدري عن طريق ياريمينا، ولكن بودنز قدر يتعادل لفريق وولفز في الدقيقه 22، وفضل الماتش كده لحد بعد الدقيقه 90 وقلنا خلاص الماتش خلص تعادل. ولكن قدر ايت نوري يخطف الفوز لولفرهامبتون في الدقيقه 95 ويقلع تيشيرته وياخد انذار في الدقيقه 96 عشان يخلص الماتش 2-1 لولفز اللي ساب المؤخره لفريق ساوثهامبتون ويطلع مركزين جنب ايفرتون اللي واقف عند 14 نقطه واللي بيقدم موسم وحش جدا على مستوى الدوري الانجليزي السنه دي. برايتون رغم رحيل مدربه جراهام بوتر لتدريب تشيلسي وجه ديزيربي مكانه، لان ديزيربي بيعمل عظمه مع برايتون وقدر يكسب النهارده ساوثهامبتون 3-1 ويوصل للمركز السادس في الدوري فوق ليفربول قبل ماتشهم النهارده، ويسيب ساوثهامبتون في ديل جدول الدوري بعد هزيمته النهارده. اما نيوكاسل فمحتاج وقفه كبيره جدا هنتكلم عنهم، لان هم غلبوا ليستر سيتي 3-0 في الكينج باور ستاديوم ملعب ليستر سيتي، وقدروا يبقوا في المركز الثاني وعدوا مانشستر سيتي في جدول الترتيب، ولذلك نيوكاسل هنتكلم عنهم النهارده لوحدهم لان اللي بيعملوه النهارده مش طبيعي في الدوري الانجليزي. ختمنا اليوم بماتشين ليفربول ضد استون فيلا وارسنال ضد ويست هام، ودول الماتشين اللي هنتكلم عنهم النهارده بالتفصيل. انا حازم البيومي وده الدوري الانجليزي على الكنبه. ما تنساش دلوقتي تنزل تعمل اللايك والسبسكرايب عشان تبقى جزء من رحلتنا لل 10000 قبل بدايه الميركاتو الشتوي، ويلا ما نضيعش وقت ونخش في تفاصيل. دخل ليفربول الماتش وهو لسه مودع الكرباو على ايد مانشستر سيتي وعنده غيابات كتير زي فيرمينيو ودياز ويوتا وميلنر، بس رجع له فان دايك وارنولد واللي فرقوا كتير جدا النهارده في تشكيله ليفربول. ودخل كلوب الماتش وما عندوش اي استعداد يخسر النهارده، وده بدليل تصريحاته قبل الماتش ان هو يقدر يرجع تاني ينافس على الدوري، وده غير تصريحاته اللي كانت قبل كاس العالم لما قال احنا بعاد جدا عن المنافسه على اللقب، بس دلوقتي تصريحاته اتغيرت. هل تصريحاته دي علشان يدي الدافع والحافز للعيبه، ولا هو فعلا عنده خطه لفريقه ان هو يقدر ما يفقدش اكبر عدد من النقاط ويحصل الارسنال، خصوصا ان المنافسه في انجلترا زي ما احنا عارفين ما فيهاش حد بيكسب طول الوقت، عادي جدا نلاقي ارسنال المتصدر بيخسر من ساوثهامبتون الاخير، وهي دي متعه الدوري الانجليزي وعشان كده احنا بنحب الدوري الانجليزي. عموما تصريحات يورجن كلوب اثرت فعلا في اداء اللعيبه وفي الحماسه بتاعتهم جوه الملعب، وشفنا ليفربول ضاغط طول الماتش وفعلا قدر يجيب الجون الاول عن طريق محمد صلاح في الدقيقه 5 بدري، وقدر بعدها يجيب فان دايك الجون الثاني في الدقيقه 27 بصناعه محمد صلاح، اللي فان دايك بيثبت برجوعه النهارده ان هو فعلا كان فارق في اداء ليفربول في ماتش السيتي. فان دايك ومحمد صلاح هم حجر الاساس في فريق ليفربول. محمد صلاح في غيابه او لو كان داي اوف بنلاقي الليفر في مانشستر سيتي 3 فرص قدام السيتي شاطهم جنب الجون على الارض، النهارده نفس الكوره جت لنونز مرتين انفراد وشاطها جنب الجون على الارض. لغز نونز وفي غياب لويس دياز وفي غياب فيرمينيو ويوتا الموضوع صعب. محمد صلاح لازم يكون فورمه عشان نلاقي ليفربول ماسكه الماتش. فان دايك صخر الدفاع وزياداته في الركنيات وفي الدعم بتاعه للعيبه جوه الملعب بيفرق كتير مع ليفربول. وبعيدا عن ان الليفر قدر فعلا يتقدم 2-0 في الشوط الاول، الا انه فعلا كان ماسك الماتش كويس جدا، ويورجن كلوب كان بيدور الماتش بذكاء وعارف امتى يلعب الضغط العالي وامتى يدافع ويلعب على المرتدات. قدر يسيطر تماما على استون فيلا ورتم لعبهم في الملعب ومشى الماتش زي ما هو عايز بالظبط، وامتى يمتص حماس استون فيلا الهجومي وامتى يضغط عليهم دفاعيا. قدر يتلاعب بأوناي إمري المدرب الجديد لاستون فيلا
وخصوصا ان اوناي امري لسه جديد مع استون فيلا، ما لحقش يلعب معاهم ماتشات كتير، لعب ماتشين وديين خلال كاس العالم، انما ما لحقش يحضر الفريق بالشكل الكافي، ولذلك يورجن كلوب قدر يتلاعب بيه كويس جدا في ارض الملعب اللي عنده خبره كبيره في الدوري الانجليزي. وخلص الشوط الاول بتقدم ليفربول 2-0 وهو مسيطر على الملعب طول وعرض مع بعض الهجمات لاستون فيلا، بس قدر يتعامل معاه بذكاء جدا ليفربول. الشوط الثاني كلام تاني، استون فيلا نزل، اوناي امري حرر فرقته، نزلوا بشكل مختلف تماما، وده شفناه في الدقيقه الاولى من الشوط الثاني لما لقينا واتكنز بيجيبوا الجون الاول لاستون فيلا اللي اتلغى على طول بدايه التسلل. بس من ساعه الجون ده لحد الدقيقه 59 فضلت استون فيلا ماسكه كوره وبتهاجم وضغط ليفربول لحد ما فعلا قدر واتكنز يجيب الجون الاول لاستون فيلا في الدقيقه 59 بعرضيه طلع لوحده جوه ال 18 حطها بالهيد في الجون من غير اي اشتراك دفاعي وسط توهان من ليفربول اللي تحولوا الاشباح على ارض الملعب لمده ربع ساعه. بعد الجون في الدقيقه 65 يورجن كلوب حاول يرجع تاني يمسك الماتش ويرجع فرقته للملعب لانهم كانوا بره الملعب لمده ربع ساعه، وفعلا خرج تيجو الكانتارا وخروج شامبرلين ونزول هارفي اليوت ونابي كيتا في الدقيقه 65 عشان يحاول يسيطر على نص الملعب ويرجع فرقته للماتش تاني. ونجح فعلا ان ليفربول يرجع في ارض الملعب ند بند مع استون فيلا، وشفنا هجمات من ليفربول وشفنا هجمات من استون فيلا وشفنا ازاي ليفربول قدر يهدي رتم استون فيلا ويقلل من حماسه. وفي الدقيقه 79 يورجن كلوب عمل تغييرين كمان بنزول بياجيتش وجوميز مكان ارنولد المختفي تماما وهندرسون، وفعلا جابت على طول التغييرات دي نتيجتها في الدقيقه 80 بجون لبياجيتش اللي لسه نازل والجديد في ليفربول. الجون كان عرضيه من الجنب، بياجيتش استلمها وهو بيجري تحفه ورقص بيها الحارس وهو بيجري وحطها في الجون الفاضي، جون مهاره عاليه جدا منه وجمله جميله من فريق ليفربول. قدر يستحوذ على نص ملعب الماتش وقدر يجيب الجون الثالث ويقضي على استون فيلا نفسيا تماما ويركب الماتش خلال الفتره اللي باقيه رغم محاولات استون فيلا ان هو يرجع في الماتش الا انها فشلت تماما. وقدر يورجن كلوب يهدي رتم الماتش خالص بعد ما ضمن المكسب بفرق جونين. بس اوناي امري قدر يضغط كويس في الشوط الثاني ويحول حياه ليفربول لجحيم على ارض الملعب طول الشوط الثاني بعد ما تخلى عن حذره الدفاعي في الشوط الاول. بس التحرر ده كان متاخر جدا لان هو كان متاخر فعلا في النتيجه، ده غير ان يورجن كلوب عنده الخبره الكافيه انه يسيطر على مجريات الماتش في الدوري الانجليزي وفاهم ازاي وامتى يعلي الريتم او يقلله وازاي يمتص حماس الخصم، وفعلا نجح يورجن كلوب في ده. بس هيفضل نفس السؤال موجود، ليفربول دلوقتي ما عندهاش في الدكه مهاجم في غياب فيرمينيو ولويس دياز ويوتا. انا دلوقتي فريق كبير زي ليفربول ازاي يبقى بلعب ماتش في الدوري الانجليزي ما عنديش بديل لخط الهجوم؟ صلاح لو عطل انا ما عنديش بديل، نونز لو خرج انا ما فيش بديل، والناحيه الشمال اصلا ما فيهاش حد، حتى كارفاليو اللي تالق في الماتش اللي فات ما شفناهوش بينزل في الماتش ده. طيب فقر الدكه في ليفربول لسه مشكله، وقلنا الكلام ده في ماتش مانشستر سيتي اللي خسروه بسبب فقر الدكه. طيب هل الموضوع ده هيفضل كده مع ليفربول؟ لا، لازم يشوفوا لهم حل، لازم في الميركاتو الشتوي يدوروا على مهاجمين او اجنحه يقدروا يعوضوا الغيابات او النقص في صفوف الفريق، وكمان عشان يقدروا ينافسوا على اكتر من جبهه. خروج ليفربول من الكاراباو كان مصلحه ليهم لانهم دلوقتي هيقدروا يركزوا في بقيه البطولات وخصوصا الدوري، لانه على الاقل هم لازم يوصلوا لليوفا شامبيونز ليج او دوري ابطال اوروبا، ما ينفعش يبقوا تحت المركز الرابع. وفعلا ينتهي الماتش بان ليفربول يقدر ياخد الثلاث نقط ويزود 3 نقط في رصيده ويقلل الفرق بينه وبين توتنهام صاحب المركز الرابع ل5 نقط بس، ويقف فريق استون فيلا عند 18 نقطه في المركز ال12 ويرجع للمركز السادس اللي فقده من ساعتين بالظبط. وفي ملعب الامارات كان في ماتش بين الارسنال وستهام، ديربي لندني. ارسنال دخل الماتش من غير اي ضغوط، هو في صداره الدوري فارق 5 نقط عن مانشستر سيتي اقرب ملاحقيه، كسب الماتش هيقدر يفرق ب8 نقط عن السيتي ويزود عليهم الضغط، وحتى لو خسر هو هيفضل في المركز الاول ومأمن ومضمن على الصداره ومش هيفقدها في اي حال من الاحوال قبل جولتين او 3 اذا خسرهم. ده غير ان فوزه هيزود الضغط على مانشستر سيتي ويربكه في الماتشات الجايه وهيخليه تحت ضغط كبير ممكن يفقد بسببه نقط تخدم ارسنال في الصداره. ارسنال بيقدم كوره ممتعه جدا السنه دي تحت قياده ارتيتا، لان ارتيتا كان مساعد بيب جوارديولا في مانشستر سيتي، فتقريبا هو بيقدم نفس الكوره اللي بيقدمها بيب جوارديولا. عشان كده بيقولوا السنه دي ان ارسنال هي نسخه مصغره من مانشستر سيتي، بيعتمدوا على الاستحواذ، التمريرات القصيره السريعه والسرعه في المرتدات، وعندهم كل العوامل اللي تساعدهم في ده سواء ساكا او مارتينيلي او الفنان اوديجارد اللي بيلعب دور دي بروين في نص الملعب، وقدام كان خيسيوس اللي كان غايب عن ماتش النهارده ودخل مكانه في التشكيل نيكيتيا. وغياب خيسيوس النهارده كان بيخلينا نسال قبل الماتش هل غياب خيسيوس هيأثر في المنظومه الهجوميه لفريق ارسنال؟ لان خيسيوس مش بس هو هداف وبيعرف يجيب اجوان، لا هو بيعرف يتمركز جدا جوه منطقه الجزاء ويفضي مساحات للباقيين. حتى كان متوقع ان هو يجيب اجوان كتير جدا السنه دي في الدوري زي ما كان بيعمل في الماتشات التحضيريه، بس الواقع انه ما كانش بيجيب اجوان كتير، هو كان بيخدم على مارتينيلي وساكا واوديجارد وبيساعد الفريق ان هو محطه جوه ال 18 يخدم على كل الفرقه ويفتح مساحات ويستلم تحت ضغط. خيسيوس كان مبدع جدا الموسم ده، فهل نيكيتيا كان في الماتش ده هيقدر يعمل نفس اللي بيعمله خيسيوس؟
ده كان السؤال المطروح قبل الماتش، وكنا كلنا مستنيين نعرف اذا كان نيكيتيا هيقدر يسد مكان خيسيوس ولا هيبقى مجرد لعيب اضافي في الملعب وخلاص من غير اي تاثير. وعلى الناحيه الثانيه فريق ويست هام اللي بيعتمد في الهجوم على القوه البدنيه والسرعه الرهيبه للمهاجم ميشيل انطونيو، يمكن اشهر واقوى مهاجم في الدوري الانجليزي طبعا بعيدا عن هالاند وهاري كين. ده غير ان هم بيعتمدوا على سرعات بن رحمه وباكيتا في المرتدات، فعندهم منظومه هجوميه قويه جدا وبيعرفوا يجيبوا جوان. ده غير برضو ان هم فريق رخم جدا دفاعيا، بيدافعوا ب8 لعيبه على مرحلتين، يعني بيعملوا 8 لعيبه ورا بعض جوه منطقه ال18 عشان يعملوا جدار او حيطه بتمنع اي فريق ان هو يعدي. فريق قوي جدا دفاعيا، بيعتمد على القوه البدنيه بشكل مرعب، وبيعتمد على السرعات والقوه البدنيه قدام بوجود انطونيو وبن رحمه وباكيتا. بدأ الماتش البداية الطبيعية، أرسنال ماسك كورة، استحواذه وصل ل 70%، ضاغط على وست هام، حبسه في منطقة جزائه بس بدون أي خطورة. فابيانسكي ما ظهرش في أي لقطة طول الشوط الأول لحد الدقيقة 24 لما اتحسب ضربة جزاء لصالح وست هام. هنا دخل سعيد بن رحمة جاب الجول الأول لوست هام من ضربة الجزاء عشان الماتش يتغير تماما. وست هام ابتدت تلعب بالرخامه والكلاحه الدفاعيه بتاعتها المعتاده والقوه البدنيه ورا. ارسنال طول الشوط الاول ما شطتش غير شوطين على فابيانسكي بسبب قوه دفاع فريق وست هام اللي منعتهم عن تشكيل اي خطوره على مرمى فابيانسكي طول الشوط الاول. حسينا بغياب جابريل خيسوس طول الشوط الاول لان كتير جدا كنا بنلاقي 6 أو 7 لعيبه من ارسنال جوه منطقه جزاء وست هام، والكره بتوصل لنيكيتيا بس ما فيش التسليم والاستلام اللي احنا مستنيينه او الكرات الخطيره اللي كان بيقدر يعملها جابريل خيسوس او يفتح مساحات لزمايله. نيكيتيا ما عرفش يعمل ده لدرجه ان في كذا كوره كانت بتبقى جوه السته ويحاول يستلم ويرقص ويعمل، والكره مش مستاهله كل ده، كان ممكن يبصيها لزميله تيجي جول. وده اللي كان بيعمله جابريل خيسوس، او كان بيدور على مصلحه الفريق. نيكيتيا كان بيحاول يدور على مصلحته الشخصيه في الشوط الاول، ما كانش بيدور على مصلحه الفريق، وكان بيدور على انه هو يجيب جول عشان يقول انا اقدر اعوض خيسوس. وده اللي خلى وفعلا قدروا يحافظوا على الشوط الاول ان مفيش اي خطوره تتشكل على فابيانسكي لحد الدقيقه 48 والشوط خلاص بيخلص. لقينا تسديده من بره ال18 من الارسنال تيجي في ايد كريسويل والحكم يحسبها ضربه جزاء، ولكن يستدعوه في الفار ويروح يبص على الكوره يلاقي كريسويل شالها بدماغه مش بايده ويلغي ضربه الجزاء ويخلص معاه الشوط الاول بتقدم وست هام 1. الشوط الثاني كان استكمال لنفس الضغط والاستحواذ بتاع الارسنال في الشوط الاول، بس الشوط الثاني كان في حاجه مختلفه. احنا لقينا ارسنال بيحاول يخلق مساحات، وفي الدقيقه 53 لقينا اوديجارد خد الكوره في نص الملعب في وسط لعيبه وست هام، قدر يعمل تمريره ذكيه جدا وهو بيقع لساكا، باصه تتدرس حاجه من بتوع دي بروين اللي بتضرب خط الدفاع بالطول، وكان في الباك اليمين بتاع وست هام مغطي التسلل، دخل ساكا انفراد حطها في البعيده بسهوله، وبعدها ب5 دقائق ينفجر ملعب الامارات لان مارتينيلي قدر يجيب الجون الثاني وهدف التقدم لارسنال من كوره ميته جدا على ناحيه الشمال، قدر يشوطها في الضيقه على الارض. فشل فابيانسكي ان هو يتعامل معاها. الكوره كانت حلوه جدا، جون حلو جدا وصعب جدا وذكي جدا. وبعدها بشويه لقينا اوديجارد بيعمل لوحه فنيه اخراج مايكل ارتيتا، الفرقه كلها بصمت على الكوره بساط عشان توصل لنيكيتيا اللي عمل 360 جوه ال18 باللعيب ويحطها في البعيده، ودى المدافع في داهيه وحطها جوه الجون. جون تحفه بكل المقاييس من حيث اللعب الجماعي ومن حيث الفينش ومن حيث التمريرات القصيره اللي اتعملت بشكل مبهر، لان الجمله دي لعيبه ارسنال حافظينها ومتدربين عليها، وشفنا جوان كتيره جدا من ارسنال بالطريقه دي. والكلام ده مش الموسم ده بس، ارسنال بتحب تلعب الكوره دي من 2002 من ايام ارسن فين. بعد الجول لقينا ارتيتا بينزل زينشينكو بدل تيرني. زينشينكو معروف ان هو باك شمال هجومي لان هو اصلا مركزه بلاي ميكر، فهو كان طمعان في الماتش وطمعان انه يجيب اجوان اكتر وطمعان انه يسيطر على وست هام ويزنقها في منطقه جزائها، وده اللي حصل فعلا لحد نهايه الماتش. شفنا بعض المحاولات من وست هام ولكن الموضوع كان انتهى. ارسنال ركبت الماتش طول وعرض وقدرت تكسب بسهوله. فماتش كانت معقده على نفسها في الاول، بس الشوط الثاني اظهروا شخصيه ارسنال، شخصيه البطل. وهنا في سؤال مهم جدا، هل ارسنال هتقدر تكمل على الاداء ده والروح دي لنهايه الموسم، تنافس مانشستر سيتي وتاخد منهم الدوري، ولا نفسهم هيبقى قصير ويبداوا يوقعوا نقط في الدور الثاني؟ لان معروف في الدوري الانجليزي مفيش حد كبير، مفيش حد بيكسب كل الماتشات. وليفربول لما كان نفسها طويل وقدرت تنافس السيتي لاخر جوله، وليفربول ساعتها جابت 98 نقطه، مانشستر سيتي جابت 100. الارقام دي يا جماعه ما بتحصلش. هل ارسنال يقدر يحافظ على مستواه ويكسب كل الماتشات؟ لان اي وقعه لارسنال مانشستر سيتي هتستغلها. مانشستر سيتي فريق قوي جدا ذهنيا قبل بدنيا. وفي حاجه كمان، ان لعيبه الارسنال معظمهم لعيبه شباب. طب هل اللعيبه الشباب دول هيقدروا يكملوا لاخر الدوري؟ هيقدروا يكملوا بدنيا، بس هل هيقدروا يكملوا نفسيا وذهنيا؟ هي دي قوه مانشستر سيتي، عنده القوه البدنيه للشباب وعنده اللياقه وعنده الخبرات اللي بتساعده ذهنيا انه يكمل لاخر الموسم. اما ارسنال معظم الفريق من الشباب. هل هنقدر نشوف ارتيتا بيقدر يسيطر عليهم ويديهم الموتيفيشن او الدافع ان هم يكملوا لاخر الموسم من غير هزايم ومن غير ما يحسوا بالضغط ضد مانشستر سيتي؟
ده اللي هنستنى نشوفه في الجولات الجايه. عموما ارسنال دلوقتي زود 3 نقط في رصيده وفرق 8 نقط عن مانشستر سيتي اللي بينافسوا على اللقب، وزود عليهم الضغط في ماتشهم الجاي ضد ليدز يونايتد يوم الاربعاء الجاي. نيوكاسل بتعمل النهارده معجزه في الدوري الانجليزي. نيوكاسل هو اقل فريق خسر في الدوري الانجليزي، خسر ماتش واحد بس. طيب القصه بدات امتى؟ القصه بدات لما صندوق النقد السعودي اشترى نادي نيوكاسل. ساعتها كل الناس قالت احنا هنشوف بدايه جديده لمشروع الاثرياء، او هنشوف مشروع زي بتاع تشيلسي ابراموفيتش 2002 لما اشترى نادي تشيلسي وابتدى يصرف ببذخ، او الشيخ منصور او الامارات لما اشترت مانشستر سيتي في بدايه المشروع وبرده كانت بتصرف بهبل، او مشروع زي باريس سان جيرمان اللي حاولوا يلموا كل نجوم العالم في فريق واحد وفعلا دفعوا ارقام خزعبليه ما كناش نحلم ان احنا نشوفها بتدفع في الكوره قبل كده. وارتبط اسماء لعيبه كبار كتيره جدا لما السعوديه اشترت نادي نيوكاسل زي كريستيانو رونالدو، ميسي، مبابي. كل الناس دي كانت بتتقال اشاعات ان هم هيروحوا نادي نيوكاسل، بس الحقيقه ما كانتش كده خالص. نيوكاسل بدا المشروع على الهادي، جاب صفقات مغموره، لعيبه من الدوري، لعيبه مش معروفين. يمكن اغلى صفقه عملوها كانت ايزاك اللاعب الصغير ب 70 مليون، وتاني اغلى صفقه كانت برونو جيماريش ب 35 مليون. ويمكن هي دي الصفقه الذكيه جدا اللي قدر يعملها نادي نيوكاسل، لان برونو جيماريش كان لعيب عليه العين وعليه كلام من ناس كتير، بس نيوكاسل قدر يخطفه ومن غير ما يدفع مبالغ مهوله قدر يخطفه بسعر قليل. انما نجوم الفريق زي الان سان ماكسيمان فضل موجود، جابوا نجم متوسط زي الميرون اللي انفجر السنه دي مع نادي نيوكاسل، واتقفل باب الانتقالات من غير ما نسمع عن صفقه بومينج او صفقه بتنفجر في نادي نيوكاسل باسعار فلكيه. ولقينا الموضوع عدى عادي، قلنا السعوديه اشترته بس هم ما عندهمش الذكاء ولا القدره الماليه ان هم يشتروا نجوم وصفقات كبيره، بس الواقع ما كانش كده خالص. هم عندهم مدير رياضي محطوط فاهم هو بيعمل ايه، شغال بياخد الخطوات على الهادي، طالع بالنادي خطوه خطوه. السعوديه مش مستعجله ان هم ياخدوا الدوري ولا دوري الابطال، بس بالمشروع اللي بيبنوه بالراحه وواحده واحده انا متاكد ان هم هيقدروا يوصلوا في يوم من الايام ان هم ياخدوا دوري الابطال قريب جدا، مع الذكاء الكبير اللي بيتعاملوا بيه، وان هم قدروا يشيلوا كل الضغوط من على النادي اللي يتقال عليهم نادي غني او نادي فلوس. لا خالص، هم نادي متوسط وصرف فلوس متوسطه، ولكن النتيجه ان هو دلوقتي في المركز الثاني وعدى مانشستر سيتي وهو اقل فريق في الدوري، خسر ماتشات وخسر ماتش واحد بس مع نادي ارسنال. حتى لما جم يختاروا مدرب كل الناس كانت بتقول ان هم هيجيبوا مدرب من النخبه، زين الدين زيدان، سيميوني، اي مدرب من الكبار، بس فاجئونا ان هم جابوا ايدي هاو مدرب بورنموث السابق، مدرب متوسط بس كان بيعمل اداء حلو، بيقدم متعه من غير تكليف. هو ما عندوش تطلعات كبيره ان هو يكسب او يخسر او عنده ضغوطات، وبيعرف يشيل كويس الضغوطات من على لعيبته، وبيقدم كرة ممتعة جدا في الدوري مع بورنموث، وده نفس اللي عمله بالظبط مع نيوكاسل. يمكن كمان من الصفقات اللي جابها نيوكاسل كان تريبييري الباك اليمين بتاع انجلترا، واللي برضه بيقدم موسم عظيم مع نيوكاسل. نيوكاسل مشروع يستحق الاحترام. نيوكاسل هيحول الدوري الانجليزي من دوري التوب 6 لدوري التوب 7، وده اللي هيبان جدا في السنين اللي جايه، اما ازحش واحد من كبار الدوري الانجليزي عن القمه في السنين اللي جايه. وعشان نقفل كلامنا عن نيوكاسل لازم نديهم الشابوه، لازم نديهم الريسبكت. نيوكاسل بيعمل اداء عظيم. نيوكاسل في المركز الثاني غلب ليستر سيتي اللي كان من كام سنه بطل الدوري في الكينج باور ستاديوم على ملعبهم 3-0. نيوكاسل فريق بيقدم كره ممتعه، بيبسط اي حد بيتفرج عليه، حتى لو انت ما بتشجعش نيوكاسل هتحس انك مبسوط وانت بتتفرج على نيوكاسل. وده قمه العظمه بتاعه الدوري الانجليزي، ان كل الفرق بتلعب، كل الفرق بتأدي. ريسبكت نيوكاسل واستمروا، وبكده نبقى لمينا كل اللي حصل في ماتشات يوم الاثنين في الدوري الانجليزي. فاضل بكره ماتشات اليونايتد وتشيلسي، وبعد بكره ماتش مانشستر سيتي اللي هنتابعهم مع بعض اول باول، غير ان نستنوا حلقات تانية كتير عن الفانتازي. ولو وصلت لحد دلوقتي ما تنساش اللايك والسبسكرايب، وسلام.